هنا فين غتسطاو، هذا راه ماشي عرس، هذا مرشح ربح مرشح في الانتخابات الجزئيه. والمشكل هادو دابا اللي كيطبلوا وكيغيطوا فرحانين، تسولوا تقول له ما هي الانتخابات الجزئيه، وعلاش كاينين انتخابات دابا، وعلاش غيكونوا في شهر 9، وعلاش غيكونوا في 2027. غيقول لك ما عرفتش اخويا، انا غير واحد ولد الدوار تنافس مع واحد ولد الدوار، انا من الكليكه ديال هاد ولد الدوار هذا ومن ناسو ومن حبابو كيعيط ليا ولا كيخدمني ولا انا صافي ديالنا. ما كاين لا فهم سياسي لا حتى حاجه، ما كاين لا خلفيه، ما كاين لا طموح. راه تهضر معاه تناقش معاه تقول له شنو بغيتي، شنو هي الطموحات ديالك، شنو هي الرغبات ديالك، شنو هو الحزب اللي بغيتي انه يمثلك. غادي يقول لك خصنا كذا وكذا 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 وكذا. غدا غادي يصوت على واحد الحزب اللي التوجه ديالو يتناقض مع دوك المطالب اللي عطاك هنا. وراه حنا غير تنخربقوا، راه ما يمكنش تكون عندنا انتخابات حقيقيه الا ما كانش المواطن المغربي كلهم من الكبير حتى الصغير كيمشي باش انه يصوت وهو عنده واحد الفهم ولو يكون قليل، وحنا قادرين على هذا الشيء. راه ما يمكنش تكون عندنا ديمقراطيه حقيقيه اذا كانت ديمقراطيه الاغلبيه الجاهله، ديمقراطيه الاميين. وطبعا هاد الاميين غادي يدخلوا فيهم شي وحدين وغادي يوليو سلعه، وغادي يوليو غير اصوات، وغادي يوليو يتدفعوا، وغادي يوليو يتجروا باش انهم يصوتوا، باش انهم يقضيو مآرب لواحد الاذكياء اللي قاريين وفاهمين وعندهم وعي. ونصبح نحن مجرد قطيع عند هاد الناس انهم يبقاو يجرونا ويقولنا فين تصوتوا. وتخيلوا عباد الله الحملات الانتخابيه كدار بهداك السيد، راه الله يعمرها دار، زوين، راه معروف، راه ديالنا، وتحياتي ليه، والصلاه والاداب والعباده والخلق وكيدير الخير. البرنامج ديال الحزب ما كاينش، واصلا الاغلبيه ديال المغاربه الناس اللي كيمشيو يصوتوا، الاغلبيه ديال المغاربه كيعرف في الحزب الرمز باللارج، فكرون، بغل، حمار، فيل، زرافه، وتيعرف الامين العام ديال الحزب. هذا الشيء لا عرفوا. اما التوجه، اما شنو كيديروا هادو، شنو المرجعيه ديالهم، شنو بغاو، علاش كيدافعوا، شنو هي الروح ديال داك الحزب، شنو هي المبادئ ديالو، ما تيعرفش كاع والو. اذا راه ما يمكنش انه تكون عندنا ديمقراطيه بهكا. اذا راه الانتخابات ديالنا غير تنخربقوا الا ما قريناش الشعب والا ما وعيناش. وحنا راه قادرين. راه كرة القدم انا كنت كنتفرج في القهوه بوحدي، انا وخمسه ديال الشباب، سته ديال الشباب، حنا اللي كنتفرجوا في الكره. الناس الكبار وسميتو تيدوز انتوما حمقين، انتوما حاضرين غير الكره، انتوما كذا. ايوا دابا اش عجبكم بديك ونفاخه صافي كره، الناس كيدفعوها لهنا ويدفعوا، اش ربحتوا غير تضيعوا في الوقت وهاد الهضره كامله. ولكن فاش الدولة بغات تغرس لهم الكرة في الدماغ، بغات تدخلها نيت الجذور ديالهم، العروقة ديالهم، الدم ديالهم، إشهارات، تغطية إعلامية، بروباغندا، تسويق، رابط الكرة بالوطنية، وشي هضر. راه دابا تهضر على حكيمي بن خايب، صافي انت خائن الوطن، السلام عليكم. يعني شي حويجات نيت اللي خدموا عليها لدرجة أنه تجي دابا القهوة باش أنك تفرق ما كتلقاش بلاصة. علاش؟ لانه نهار بغاو يخدموا، نهار بغاو يزرعوا واحد الفكر معين ولا واحد الوعي معين، عندهم الاليات وعندهم الامكانيات وعندهم جميع القدرات اللي غتسمح لهم. لذلك وزعما باش نتفاداو شي مشاهد، وباش نرسخوا الديمقراطيه، وباش نقويو الديمقراطيه ديالنا ونقويو العمليه الديمقراطيه ونقويو العمليه الانتخابيه ديالنا، حبذا وضروري، ماشي غير حبذا، عندنا حملات، برامج سياسيه بلغه بسيطه يعني بالتمغربي ديالنا، اشهارات، توعيه، تحسيس، وبزاف ديال الحوايج. هاد الشيء اذا كانت الغايه انه فعلا ما نكونوش مجرد قطعان صافي كيجي واحد اللي قرا وفهم وكل المغرب ودار داك الشيء اللي بغى يدير، ويجي خصو هو يلقى واحدين اللي مكلخين ويجرهم هكا ويديهم لشي بلاصه ويصوتوا. السلام عليكم. ارجوكم، راه حنا في 2026، راه حنا في القرن ال21،
راه اليونان كانوا يتكلمون عن الديمقراطيه وكانوا كيهضروا على المشاكل اللي كنهضروا عليها حنا دابا.